سلام على اجدع ناس رجال وإناث، واهلا وسهلا بيكم في الحلقه ال 12 من مسلسل غبي مورو. عاوزكم تستعدوا لان احداث الحلقه دي قويه من الاخر، واللي عاجبه الكلام يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واتمنى ما حدش يقتاد بهذه الاشياء، فقط استمتعوا. واللي متحمس لاحداث الفيديو يعمل لايك ويشترك بالقناه، وتاكدوا من ان انتم فاعلين الجرس عشان هيوصلكم حاجات كتير حلوه. والى ما هو مثير، خلينا نبدا. بعد ما الشله الجميله وصلت لمقر هواري وكمان فتحوا البوابه، نتفاجأ بان رجل الشجره بيطير راسه من قبل واحد من الحكام اللي حرفيا بمجرد ما بيحرك ايده بيطير له راسه. واول ما يزورها بتشوفه ما بتستناش يابا، وهو بتاخد بعضها وتفلق من مكان. بس على مين؟ على التنسن؟ ما اظنش. على طول الحاكم بيمسكها في اقل من ثواني، والسياف اللي معاهم بينبهر انه ازاي انتقل من مكان لمكان في لحظات كده. ياما ده بتعرف فعلا ليه زورا كانت عاوزه تهرب، لان هي حست بهاله طاقه منه كبيره جدا، وعارفه انه مختلف عن باقي الوحوش. وقتها بتقرر ان هي تدافع عنها وبتقول له سيب صاحبتي بدل ما غزك يوم. بتقول لها يا زورا انت بتعملها متخلفه، انت هربي بسرعه. والحاكم بيبص ليامادا وبيقول لها ايه الثقه اللي عندك دي؟ انت شكلك مختلف عنهم بقى. بتقول يامادا في نفسها ان لازم اخد بالي منه كويس لان انا مش مستعد لاي هجمه منه. سيف بيتفاجئ ان رجل الشجره لسه بيتكلم وهو راسه مقطوع، وبيقول له الشخص ده من احد الحكام السبعه اللي موجودين على الجزيره. الحاكم بيسمعه وبيقول له انت لسه عايش؟ ده انا هنفخك. اتشهد على نفسك بقى لان انا هموتك لان انت عملت جريمه لا تغتفر. دخلت لنا بشر الجزيره وكمان ساعدتهم ان هم يوصلوا لنا. لا ده انت بيجح بصحيح. بيقول له الشجره والله يا معلم انا ما عملت حاجه، انا بريء، ده هم اللي ثبتوني وخلوني اقر على كل حاجه، واللي جابنا هنا انهم كانوا بيدوروا على صاحبهم وانا بس ساعدتهم في الطريق. بيقول له يعني انت ما تعرفش ان المكان اللي انتوا دخلتوه ده هو المختبر السري بتاعنا، وكمان ما تعرفش ان كل الكائنات اللي موجوده على الجزيره دي هي نتيجه اختباراتنا وتجاربنا، وكمان انت عارف البشر اللي موجودين على الجزيره احنا بنعمل فيهم ايه. وفجاه في كائنات شبه الزومبي بتمسك في زورها ولا كانهم شافوا لحمه قبل كده. وبنعرف ان البشر دول اتعمل فيهم كده من الحكام لانهم حاولوا يهربوا من الجزيره، وبيقول لهم ان البشر اللي بقدرات خاصه بنقدر نصنع منهم احلى حاجه عندنا. يزورها بتقول انت تقصد اكسير الحياه؟ بينصدم وبيقول لهم انتوا كمان عارفين اكسير الحياه؟ انا مش عارف ايه الخرافه اللي مجننه البشر دي ومخليهم كل شويه يجوا الجزيره مفكرين ان في مشروب بيديهم قدره الخلود. احب اقول لكم ان مفيش حاجه من الكلام ده حقيقي، وان اللي موجود ده مشروب فقط اللي بيشربوه الحكام اللي زينا علشان يجددوا من جسمهم، انما البشر حتى لو جربوا المشروب ده هيتحولوا لشجر، ومهما تدوروا مش هتوصلوا للي انتوا عايزينه. ساعتها يامادا بتقول هرسو ده الولا مارو لو عرف بالكلام ده مش بيقعد يطب ساكت، ده كان امل الوحيد علشان يقدر يرجع لحياته الطبيعيه وياخد العفو. وبيقول لهم يلا بقى علشان اخدكم واشوف هتنفعوا تبقوا اكسير ولا لا. البنت يزورها على طول بتختفي وبتظهر وراه وبترزعه ب10 اسهم في ظهره، لها وكمان بتطير رقبته. وبتقول له يامادا حلو قوي كده هو مات. وبتقول لها طب هنعمل ايه مع الخدم بتوعه دول اللي شكلهم ما بيتحركوش غير باوامر منه؟ بتقول لها يزورها احنا ولا هنعمل ولا هننيل، احنا هنطير من هنا. وبتسيبها وبتجري، بس بترجع لها مره تانية وبتقول لها انا اسفه ان انا استندلت عليكي وجريت اول ما شفت الوحش، بس انت طلعت اجدع مني ووقفت تساعديني. والبنت يامادا مش مركزه اصلا معاها وهي في وادي تاني، بتديلها قلمين ولكن مفيش فايده، وبتكون بتفكر في انه ازاي مارو هياخد الموضوع ويعديه كده. وبتكون يامادا بتساعد الراجل الخشبي، بس يزورها بتسيبهم وتمشي وبتجري تاني. ساعتها الحاكم بيكون جدد نفسه وبيقول البنت دي فعلا عندها قدرات عاليه، بس هي غلطت لما قالت ان الاشخاص دول الخدم بتوعي. وبيطير فوقيها اتنين وبتنفخوا فجاه وبينفجروا، بس بينصدم لما بيشوف ان هي قدرت تهرب من الانفجار في ثواني كده. وبيقول لها ان دول مش الخدم بتوعه، دول شويه العاب من اللي عنده. العاب ايه؟ الله يخرب بيتك. وبيقول لها شكلك كده قويه وبتقدري تستخدمي قدره التاو. بتقول له بس يا اسطى احنا ما عندناش حاجه اسمها قدره التاو، اللي انا اعرفه التشي. بيقول لها مش مهم الاسماء، المهم ان انت بتعرفي تستخدمي القدره دي. وبيقول لها جهزي حالك بقى علشان انا هموتك حالا. ساعتها السيف واخيرا بينطق وبيقول له فيا يا اسطى وانا كيس جافه واقف قدامك، انا مش عاجبك ولا ايه؟ عمال ترغي مع دي وترغي مع دي ومش مديني اي اهتمام. وبيقول له قبل ما تهجم عليها بقى لازم تهزمني انا الاول. وجنبه يامادا بتستعد هي كمان لمواجهته. تفتكروا هيقدروا عليه؟ بيقول لهم انتوا مش مهمين بالنسبه لي لانكم اضعف بكتير من ان انا اواجهكم، انما بقى النجمه دي فانا هعلمها ازاي تستخدم قدره التاو وهتوبها النهارده. وبيقول له سايمون الظاهر كده ان احنا دخلنا العركه فعلا. وبتقول له يزورها والنبي يا اسطى نقطنا بوسكاتك علشان احنا محتاجين نركز. وعلى طول الحاكم بيهجم عليهم، بس يامادا بتقف وتتصدى له وبيقول لها انت اللي جبتيه لنفسك، وبيضربها ضربه بقوه التاو بيطيرها وما بتقومش. وقتها يزورها بتصدم وبتنادي عليها. بيقول لها الحاكم ما تشغليش دماغك بيها، خلينا في موضوعنا، ايه رايك في قوه التاو اللي عندي؟ بس فجاه دول الاتنين بيطيروا، واللي بيكون عمل كده هو السياف اللي معاهم. وبيقول له انا مش قلت لك قبل ما تكلمها لازم تهزمني انا الاول؟ بيتضايق الحاكم منه وبيروح علشان يخلص عليه. ساعتها المعلمه
يزورها بقى بتطلع المسحوق بتاعها اللي بتشربه وبيخليها تحس ان هي حمار وحش في نفسها، وبتقول ما بيديهاش بقى، وبتطلع خيوط عنكبوتيه من جسمها اللي انا اصلا شاكك ان هي خطوط عنكبوتيه. والله شكلها يقلق، وبتكتف بيها الحاكم. الماده دي بقى لما بتيجي على اي حد، وده اللي بيحصل معاه فعلا، وبتكمل عليه تقطيع يا باشا. تقولش الشيف براك في عز شبابه ورك هنا ورك هناك. ولكنه مش هنخلص. المتخلف الرغاي ده بيقدر يجدد نفسه من تاني، وبيقول لها على فكره القوه اللي انت استخدمتيها دي شبه جدا قوه التاو. ولما السياف بيشوفه هو بيجدد نفسه بيقوم مطير عينه، وبيقول لها كده احنا قدرنا نعميه ومش هيشوفنا. بس هو بيبص له وبيقول له انت غلبان قوي يا اسطى. بيحاول السياف ان هو يهجم عليه بكل الطرق، ولكنه بيقدر يتفاداه بكل هجماته وبكل براعه. ومن الناحيه التانيه يزورها بتكون بتحاول تهجم عليه بالخيوط اللزجه بتاعتها، وبرضه ما بتقدرش. واول ما بيقدر ان هو يقرا افكارهم بيهجم على يزورها وبيمسكها من رجليها وبيضرب بيها الاسايمون. هو بيشيلها من رجليها زي الفار، وبيقول لها على فكره قوه التاو دي بتتحس مش بتتشاف. والظاهر ان هم علموكي قدره التاو دي غلط، وان القدره دي اللي بيمتلكها بيكون عنده موهبه، وللاسف البشر دول ما عندهمش اي مواهب عشان يقدروا ان هم يتقنوها بشكل كافي. وبيقول لهم من الاخر كده انتوا مش هتقدروا تقفوا قصاد حكام الجزيره. والاسايمون بيكون مصدوم وبيقول احنا فعلا بنواجه وحش حقيقي وقوي جدا. ساعتها عمدو بيكون فات من الغيبوبه بتاعتها، وبتكلم الراجل الشجره وبتقول له ما تفتكر لنا اي حاجه كده يا اسطى تكون نقطه ضعف في المخلوقات دي. بيقول لها والله انا مجرد خادم هنا، وكل اللي اقدر اقوله لك ان هم اقوياء جدا، واحب اقول لك ان مفيش امل. بتقول له يا عم الله يخليك افتكر لنا اي حاجه من الاساطير بتاعتكم القديمه، احنا بالشكل ده هنذهب الى الجحيم الله يخرب بيت. على الاقل افتكر البنت مية اللي انت محتاج تعيش علشانها. الحاكم بقى بيكون بيتكلم مع زورها وبيقول لها على فكره قدره الانتقال اللي انت استخدمتيها دي شبه قدره التاو بالظبط، وبصراحه كده انت اكتر بشري بهرني بقدراته اللي شبه قدره التاو. امال لو شاف مارو بقى. ويامادا من وراه بتحاول تضربه، لكنه بيتفادى هجومها بسرعه وبيقول لها انت لسه عايشه، انا كنت مفكر ان انت بعد الضربه اللي انا ضربتها لك دي مش هتقومي تاني. وبيقول لها واضح ان انت عندك قدره التاو بس بمستوى متوسط. بس هي ما بتسمعلوش وبتهجم عليه. والاسايمنت بيقول لها على فكره هو يقدر يقرا تحركاتك ويتوقعها. بتقول له يا عم انا عارفه نقطنا بسكاتك انت بس. بتضرب السيف بتاعها بطريقه عشوائيه فيه وبيرشق في بطنه. الراجل الخشبي بيقول لها بسرعه اضربيه في منتصف بطنه، لانها فعلا نقطه ضعفهم وهي منتصف جسمهم، وبتقدر فعلا ان هي تسيبه في بطنه بس مش بتقدر ان هي تخلص عليه. وبيقول لها ان هي لو كانت قويه شويه كانت هتقدر ان هي تنهي عليه. ومن الاخر كده طول ما انت مش بتمتلك قدره التاو مش هتقدر ان انت تتخلصي عليا. بس يامادا بتقول له انا توقعت برضو ان انت هتقول الكلام ده. وبتطلع السيف بتاعها وبتضربه ضربه في نص جسمه وما بيقدرش ان هو يتفاداها. والغريب ان كل ده وهي مش متعلمه قدره التاو. وبيقول لها الاسايمون ويزورها على فكره الاصابه اللي انت عملتيها في جسمه دي ما التأمتش زي باقي الجروح. بتقول له انت لما قربت مني حسيت بطاقه مش غريبه عليا. ايوه هي دي نفس الطاقه اللي انا شفتها عند مارو والمجرم ركورتو، لان حسيت بنفس القوه دي عندهم. الاسايمون بيقول لها انت متاكده ان غبي مارو بيمتلك قوه التاو دي؟ بتقول انا مش متاكده بس حاسه بكده، والاكيد ان هو بيمتلك قدرات اعلى من البشر. وبتقول بمجرد ان انا قدرت اقتل ركورتو فاكيد في طريقه ان احنا نقتل بيها الحاكم ده هو كمان. هو بيبداوا يعملوا خطه ان هم ازاي هيهجموا عليه، بس فجاه الحاكم بيختفي وبيظهر قدام يامادا وهو بيحاول يهجم عليها، بس يوزورها بتستخدم الخيوط اللزجه بتاعتها وبتمسكه وبتقول لها يلا اديله الضربه القاضيه خلصي عليه. وبالفعل بتستعد يامادا ان هي تديله الضربه الاخيره، بس هو بيستدل الالعاب بتاعته علشان يفرقعها فيهم. بس الاسايمون بيخلص عليهم بالسيف بتاعه، بس هو بيقدر يفك نفسه وبيهجم عليهم، وبتقدر يزورها فعلا ان هي تتفاداها وتحمي كمان الاسايمون. وهجمه منهم على هجمه منه، ولكن برضه مفيش فايده لحد ما بيطير في الجو. بيقدر يستجمع قدره التاو وبيعمل كره دفاعيه وبيهجم بيها عليهم. هم مستخبيين من هجماته. وبتقول يامادا ليزورها لازم نلاقي حل عشان نهزمه. وبتقول لها كمان ان اكيد في طريقه نهزمه بيها، وان قصاد قوه التاو بتاعته دي في قوه برضه معاكسه ليها. بتقول لها يزورها ادينا محاوله اخيره. وبتشرب المشروب بتاعها علشان تستعيد خيوطها اللزجه، وبتطلع علشان تهجم عليه وبتحاول ان هي تصيبه ويامادا تتخلص عليه. وبتبدا ان هي تمسكه من رجليه بس هي بتهجم عليه بالقوه المدمره. ساعتها يزورها ما بتتفاداش هجومه وبتفضل واقفه وبتصدى لكل الهجمات دي، وبتقدر ان هي تسحبه من رجله وبترشقه في الارض. وبتقول له انت طلعت حاكم هفق صحيح، واي حد يقدر يمهزقك ويقل منك. بيجي من وراه الاسايمون وبيغصه في ظهره، وبتيجي يامادا علشان تديله الضربه الاخيره، وبتقدر ان هي تصيبه اصابه شديده جدا وبيقع على الارض وما بيقومش منها. وبيفكروا ان هما كده خلاص خلصوا عليه، بس هما نسيوا حاجه. بيقدر يقوم من تاني وبيغز السياف في جسمه، وبيفعل تحول الكاشيكان بتاعه وبيتحول لوحش عملاق وبيهجم عليهم بالزهور اللي في جسمه. وساعتها هما الاتنين بيفقدوا الامل وان هما خلاص هيواجهوا كده مصيرهم المحتوم. بس فجاه واللي ما بيكونش في الحسبان الاسايمون المعلم تنزا بيجي وبيقطع كل الزهور اللي بتهجم عليهم. اسد يلا والله. هل بقى هما بكده هيقدروا ان هما يخلصوا عليه، ولا هيستنوا غبي مارو
يحضروا والرجاله اللي معاهم تحضر. ده اللي هنعرفه في الفيديو اللي جاي. الى هنا كان فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتتاكدوا كلكم ان انتم فاعلين الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي وكل سنه وانتم طيبين.